الإنسان والحريات، حضرات السادة الأساتذة والباحثين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ونيابة عن كافة أطره ومناظميه، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح فعالية هذه الندوة العلمية الوازنة، والتي نتشرف بتنظيمها اليوم تحت عنوان الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة وتحديات تحقيق العدالة المجالية. نلتقي الندوة، وكنشكر الأساتذة اللي أطروا لنا الندوة كذلك، وشكرا. أمامكم السيد محمد البناوي، النائب الأول للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بإقليم كريبة، نيابة عن السيد الداوي. أنا بداية الرئيس الوطني للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. اليوم إن شاء الله غتعطى الانطلاقة ديال المؤتمر ديالنا الثاني بالمرصد، اللي اخترنا ليه كشعار دور المنظمات الحقوقية في إرساء أسس الديمقراطية. غنبداو المؤتمر ديالنا إن شاء الله بندوة فكرية اللي بالنسبة للموضوع ديالها هو موضوع آني، تبعا لخطاب صاحب الجلالة اللي دار عن الجيل الجديد للتنمية، وبالتالي فاحنا الغد ان شاء الله غادي تكون جلسه داخليه ديال اعضاء المجلس الوطني للمرصد اللي غيتم فيها تقديم المكتب القديم الاستقاله ديال المكتب التنفيذي، غيتم كذلك انتخاب مكتب جديد ان شاء الله. كذلك غيتم انتخاب رئيس مجلس وطني، وفي المساء غدا ان شاء الله غيتم توزيع المهام بالنسبه للناس اللي تم الاختيار ديالهم تم الانتخاب ديالهم داخل المكتب التنفيذي. رسالتنا الحقوقيه احنا دائما مستمرين فيها. بالنسبه لي انا كنشكر جميع الاعضاء سواء داخل المكتب التنفيذي او داخل الفروع ديالنا بجميع اقاليم المملكه، فتنشكرهم الشكر الكبير على الصبر ديالهم 3-4 سنوات. كنشكرهم على المثابره ديالهم وعلى حملهم لهموم الناس في اطار المشاكل اليوميه سواء المتعلقه بالاطفال او بالمراه او بالعديد من المشاكل اليوميه. بالتالي فالاستمرار ديالنا والمؤتمر الثاني هو ان دل على شيء فانما يدل على الاستمراريه وخدمه المواطن في مجال حقوق الانسان. السلام عليكم، عبد اللطيف النميس، عضو بالمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الانسان والحريات بأسفي. اليوم عندنا افتتاح ديال المؤتمر الثاني للمرصد المغربي اللي غادي ندونوا فيه واحد العدد ديال القضايا اللي هي طارئه في هذاك، وغادي نبدلوا الاطور والتشكيله ديال المكتب ديالنا. في اطار ديال المؤتمر اليوم ضمن واحد ندوه علميه تحت شعار الجيل الجديد من برامج التنميه المندمجه وتحديات تحقيق العداله الاجتماعيه، وغادي يحضروا فيها بعض الاساتذه جامعيين اللي غادي يأطروا الندوه، وغادي نخرجوا ان شاء الله بتوصيات اللي غادي نبلغوها للمسؤولين. والاطار ديال هذه الندوه هي مرتبطه بالشعار ديال المؤتمر ديالنا اللي هو كما تشوفوا هنا شعار دور المنظمات الحقوقيه في ارساء اسس الديمقراطيه. وهنا كاين ترابط ما بين الموضوعين، ما بين موضوع التنميه وارساء الحقوق الديمقراطيه. على هذا علاش اخترنا هذا الموضوع ديال التنميه اللي غادي نناقشوا مع الاساتذه ديال الاجنه، ونتمنوا نكونوا في المستوى ان شاء الله. والهيئه ديالنا راه معروفه عندكم، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للمؤتمر ديالنا، وشكرا على. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة المساء نيوز.